عن إخبار أهل الميت بوفاة أبيهم ولا وفاة أخيهم. الشباب الحين بيعلمونا كيف الطريقة الشرعية. يلا تفضل، من اللي بيموت ومن اللي أنت اللي بيموت؟ يلا تفضل. لا مو بيموت. الطريقة الشرعية اللي ما فيها إفزاع للمريض من عندكم. يلا قمها. ممكن أعطيك الطريقة، ممكن أكون ميت. لا تموت لازم، عشان اختار واحد من زملائك يطبق معك. كيف الطريقة الشرعية لإخبار أهل المتوفى إن هذا توفي حتى ما تفزعهم؟ أيكم الدكتور وأيكم أهل المريض؟ أنت الدكتور وأهل المريض. يلا بسم الله. السلام عليكم. السلام كيف حالك؟ الوالد كان تعبان. ايوه ايش في سالفه؟ وتعب بسيط. مات الرجال. يلا لا تفزع. يلا ها. فالولد تعب. وش قاعد تضحك انت؟ يقول لك ابوك مريض وتعب. والله الوالد ما اعطانا خبر. كيف الوالد ما اعطانا خبر؟ ما اعطاكم خبر انه بيموت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله انك طبيب ملخبط انت. ها. ايكم اللي بيموت؟ هذا الوالد بيد الشرع بيموت وانت الدكتور. الحين تخبره باسلوب مناسب. يلا. السلام عليكم. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. انت عارف طبعا ان الاعمار بيد الله، والله اخذ امانته. ترحم على الوالد. الله يرحمه. طيب وش رايكم؟ الطريقة زينة هذه؟